عارف مقولة إن تفاحة في اليوم تحميكي من زيارة الطبيب؟ أكل الخضروات الورقية بقى يوميا هتعمل لك عمرة كاملة. يعني لو أكلت جرجير، بقدونس، خس، كزبرة أو كيل أو سبانخ أو ملوخية يوميا هتحسن ذاكرتك، هتحافظي على بشرتك، هتقوي مناعتكم، وهتقللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب، وهتقلل ضغط الدم والكوليسترول، وكمان هتحميكم من الكانسر. والخضروات الورقية من الكربوهيدرات اللي مش بترفع سكر الدم، فهتساعدكم انكم تقدروا تخسوا. والخضروات الورقية بتعمل كل ده لانها بتحتوي على فيتامين A وسي وإي ومضادات أكسدة وكالسيوم وبوتاسيوم وفوليك أسيد وكمان حديد. فكمان لو بتحسوا ان عندكم احتباس سوائل في جسمكم مزودة وزنكم، فأكل الخضروات الورقية هيقلل من احتباس السوائل، وكمان هيحسن من صحة بكتيريا الأمعاء الميكروبيوم اللي بتتغذى على الألياف اللي فيهم. لكن مشكلة الخضروات الورقية إنها مش مناسبة لو حد عنده مشكلة في وظائف الكلى، لأنها بتحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، ولو حد بياخد أدوية موانع التجلط فهيتعارض مع الخضروات الورقية لأن فيها فيتامين كي اللي بينشط عوامل التخثر، فما ناخدهمش مع بعض. لو استفدت من المعلومة بليز لايك وشير، ولو عندكم أسئلة اكتبوا لي في التعليقات.